اليوم بوادر ديال تزوير الانتخابات بدات. اليوم كاين التدخل المباشر في بعض المناطق ديال بعض المسؤولين في السلطات، بدا التدخل المباشر. اليوم الخريطه تتهيئ مسبقا، لان هاد الناس ما تيعرفوا يتقنوا الا الشيطنه والتزوير وبيع الاخرين، لان هادو ركبوا على الاحداث ديال 2011 باش وصلوا اليوم للحكم. اليوم تيصيفطوا مذكره في العشيه عاود تيلغيوها وتتولي مذكره اخرى. غير في هاد الغرف وزاره الداخليه صيفطات مذكره تيقولوا للناس يمشيو ياخذوا شواهدهم من عند البشوات، عند السلطات، من عند المندوبين ديال وزاره الصناعه التقليديه ووزاره التجاره والصناعه. تيقولوا لا، خذوا غير عند المندوبين ديال التجاره ديال الصناعه التقليديه. علاش؟ لان المسؤول ديالها حزبي، تيعطي من ما بغى الشواهد وتيزول ما بغى الشواهد وتيحرم الناس من الترشيح. دابا هذه ما بين الصباح والعشيه. وزاره الداخليه كذلك ورئاسه الحكومه، لان رئيس الحكومه اليوم هو الرئيس ديال اللجنه اللي مشرفه على الانتخابات بحكم الدستور. الداخليه كاداره تشتغل. الاثنين تيصيفطوا لنا تقطيع عدد المقاعد في كل مقاطعه في كل جهه. الاربعه تيصيفطوا لنا لوائح مغايره لذاك اللوائح. شنو الريحه اللي تتشم فيها؟ كل ما كان شي قائد ديال الحزب او شي شخصيه معروفه في المعارضه الا تيقنصوا له من عدد المقاعد، لا في الجهه ولا في المقاطعه. وكل ما كان شي واحد في الاغلبيه في شي مقاطعه صغيره او في شي اقليم ولا واحد تكون اقليميه ديال الجهات تيزيدوا في العدد، يعني تينقص هنا وتيزيد هنا. وعندنا النماذج، يعني في 4 ايام الخريطه تتبدل. معنى هذا داك التزوير اللي قاموا به في الانتخابات ديال العمال ديال النقابات، اللي حرموا النقابات ما يكونوش في اللجنه المحليه وما يكونوش في اللجنه المركزيه حاضرين، والزمرو كيف بغات. ورغم اننا نقصونا ولكن الحمد لله اخوان كانوا في الموعد، لانه وقفوا على حقهم وخداو المحاضر، والحمد لله احتلينا المرتبه اللي قلت لكم هي مرتبه مشرفه. لان حنا كذلك خصنا نكونوا واقفين تجاه التزوير اللي بدا من البدايه ديالو. كذلك التشطيب على بعض الشخصيات الاحزاب المعارضه وخصوصا من حزب السكن. تصوروا في هذه البلاد نائب برلماني تيشطب عليه خليفه او قايد، اما لانه استقلالي او لانه في حزب معارض. تصور عضو جهه وعضو جماعه تيتشطب عليه. عندنا هنا في تاونات التجارب، عندنا في زاكوره، عندنا في عده مناطق اللي الانسان مسؤول فاذا به تلقى راسو في اخر لحظه تيشطبوا عليه بدون العلم ديالو. يعني كاين واحد العمليه تضبط. اليوم بالنسبه للنساء في اللوائح مزيان، زدنا تقريبا 50%. بالنسبه للجماعات المحليه اللي كان فيها 4 صبحوا 6، هذا مزيان جميل. بالنسبه للاحادي هذا الشيء بالنسبه للوائح. بالنسبه للاحادي جابوا واحد الطريقه جديده. دوائر الاربعه الاولى هي اللي غادي يكون فيها الرجل والمراه. معنى هذا ان الاقليه اصبحت تتحكم في الاغلبيه. مجلس اللي عنده 11، مجلس اللي عنده 13 مستشار ومستشاره، مجلس اللي عنده 15 تيمكن 4 دوائر تاخذ الرئاسه، و11 تكون في المعارضه، لان 4 حزب اللي جاب 4 هي 8، وهذوك 7 دوائر تيبقاو 7، يعني غيبقاو مهمشين حياتهم كلها. ثلثين ديال الدوائر غتبقى مهمشه. 15 كذلك 7 غادي يمشي و4 غتجيبو 8. 17 راه تيمكن له ياخذ 8 تيزيد 2 دوائر. 19 كذلك يزيد 3 دوائر. معناه دائما النصف ديال الدوائر والدواوير غادي يبقى مهمش. هادشي ما وقفوش عند هذا الحد وبداو تيهزوا مثلا من هاد الدائره اللي هي يمكن فيها واحد المرشح ناجح من المعارضه هو اللي غادي ينجح، تيهزوا منه 40 50 60 باش يكملوا الدائره ديال مرشح اخر. تتلقى
الانسان خصو يمشي اليوم 5 كيلومتر باش يصوت، 5 كيلومتر باش يمشي يصوت، والراجل في الدوار ديالو او في القصوره ديالو بالنسبه للمناطق ديال الراشديه والنواحي، وقدوا الخريطه بالمقاس وبقاو تقطعوا مع راساتهم كيف بغاو. يعني زوير بدا، باش ما نقولوش زوير عاد غادي زوير بدا. حنا هادشي الزوير عشناه، حزب اللي عاش اخطر مراحل ديال التزوير بشهاده الجميع هو حزب الاستقلال. حزب الاستقلال اللي تنقولوا لهاد الناس ولهاد الحكومه والرئيس ديالها راه قاوم ليوطي وقاوم ديون وقاوم فرنسا واسبانيا وقاوم المستعمر الدولي اللي كان في طنجه. ما يمكنلوش اليوم بسهوله غادي يقاوم هذه الحكومه اللي هي حكومه لا شعبيه. قاوموها وغادي نكافحوا بكل الوسائل الممكنه، حيت حنا خابرنا كل شيء. 60 سنه ديال الاستقلال دوزنا فيها 40 سنه ديال المعارضه، و20 سنه اللي دخلنا فيها دخلنا المراحل محسوبه لانقاذ الوطن، ماشي باش نكونوا في الحكم، لانقاذ الوطن. واول حزب في تاريخ المغرب اللي استطاع يقرر البرلمان ديالو الانسحاب من الحكومه هو حزب الاستقلال يوم 11 ماي 2013، وعندنا الحمد لله الشجاعه في ذلك. ولهذا هاد ال 20 سنه كانت في البدايه الاستقلال، وكان الفضل حزب الاستقلال باش يخرج الدستور 1962، كان لإنجاح المسيره الخضراء واسترجاع الصحراء المغربيه، ومازال تنطالبوا بالصحراء الشرقيه تيدوف كولوم بالشار والقنادسه وتيدكلت وسبته وليليه، هذا مازال مطلوبنا غادي ينتهي. وكان عندنا حكومه تناوب لانجاح التجربه، ودخلنا في هذه الحكومه، ترأسنا حكومه قبل 2007 حيت حسن لنا المرتبه الاولى، وحنا الحزب الوحيد في العالم ل 60 سنه، والحزب اللي حرر المغرب، والحزب اللي مآمن بهذا الوطن، الحزب الوحيد اللي ما ترأس الحكومه في حياته الا 4 سنين و6 شهور بالضبط، 60 سنه 4 سنين و6 شهور، وهذا استثناء في العالم، استثناء في العالم. وهذه هي قوه حزب الاستقلال، لان احنا مع الشعب والى الشعب ومع الشعب الى اخر رمق في حياتنا. ولهذا حتى شي واحد ما يجيب له الله راه الاستقلال باغي يجي الاول باش يحكم، لا، باغي يجيو الاولى باش نقضوا المغرب.